اهلا بكم في حلقه سريعه من برنامجكم عشان السيارات. النهارده وانا نازل الشغل جه في دماغي او جه في بالي سؤال او تقدروا تقولوا فكره مجنونه. ماذا يحدث لو وانت ماشي بسيارتك الاوتوماتيك وعلى وضع الدي او الدرايف وانت بتجري ورحت جاي لسبب ما ورحت العربيه اخده وضع الريفرس او الار، الرجوع للخلف؟ ايه اللي ممكن يحصل؟ هل الفتيس هيتكسر؟ هل العربيه هتقف مكانها؟ هل هتقلب؟ هل هتعمل ايه؟ مش عارف. فحبيت ان انا اجرب الفكره دي معاكم. دلوقتي احنا طبعا على الدي، تمام، وعلى سرعه مثلا خلينا دلوقتي على سرعه 40 كيلو اهوت مثلا، خلاص كمتوسط، تمام. طبعا هندي العربيه الانتظار ونمسك يمين علشان الخطوره طبعا وعشان الطريق. هنيجي هنا على الجير بدل ما هو على الدي هنخليه على الان، وبعد كده وربنا يستر بقى هنخليه على الار. طبعا دلوقتي زي ما شايفين العربيه على الار. طب خلونا دلوقتي بقى نجرب كده ندوس بنزين زياده ولا اي حاجه. العربيه زي ما تكون فصلت غيار خالص، يعني زي ما نكون جبناها على الان. طيب هنرجعها على الان تاني، تمام، وبعدين نقف ونخليها على الدي ونرجع نتحرك بعربيتنا تاني. طبعا هي فكره مجنونه شويه، ما انصحكمش ان انتوا تعملوها. الاهم السؤال اللي الناس هتساله، طب يجرى ايه لو جبناها على البي اللي هو الباركينج؟ تمام. طبعا ما انصحكش، لان ده كده بقى انت فعلا هتكسر الفتيس يعني. خلاص هي على الار بتعدي، لان هو طبعا امر غلط، فهي العربيه بتعتبر ان انت ما خريتوش خالص. انما على البي طبعا انت كده هتكسر العربيه وهتكسر الفتيس وهتكسر الدنيا بقى. خلاص ما انصحكمش ان انتوا تجربوها يعني. المهم دي كان فكره كده جت في بالي وانا ماشي، فقلت ان انا ايه اجربها معاكم. اشوفكم باذن الله على خير في افكار مجنونه جايه كتير. يلا سلام عليكم.